أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، فعنوان لقاء اليوم: صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقال في كتابه العظيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اصطفى الله عز وجل العرب، واصطفى قريشا من كنانة، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى من بني هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. الآية التي بين أيدينا من سورة الأحزاب، والقرآن فيه: يا أيها الناس، يا أيها الذين كفروا، يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا. واضح؟ وفيه غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا في القرآن لا يمكن أن تأتي إلا في أول الآية، لا يمكن أن تأتي إلا في أول الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا شهادة أحدكم، وهذا كثير، إلا في آية واحدة هي هذه في سورة الأحزاب. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. في وسط الآية قال الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واضح الآن؟ هذه مقدمة. الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بما أن الله، نحن مجمعون، خالق إله، والملائكة مخلوقون، فقطعا صلاة الله غير صلاة ملائكته قطعا، ما دام أن الملائكة ليس لهم من مقام الألوهية شيء، وهم أنفسهم عليهم السلام مخلوقون، والله عز وجل هو الإله الواحد الذي لا رب غيره ولا إله سواه ولا خالق غيره، فقطعا صلاة الله على نبيه غير صلاة الملائكة على النبي. واضح؟ وإن كان يجمعهما لفظ مفردة الصلاة، فصلاة الله على نبيه قيل فيها أشياء كثيرة، لكنني أجملها لك في كلمات. صلاة الله على نبيه في الدنيا برفع ذكره وإنفاذ شريعته. بماذا؟ برفع ذكره عليه الصلاة والسلام وإنفاذ شريعته. فرفع ذكره كما ترى إلى أبد الدهر في المآذن، حتى في قعر بلاد الكفر يؤذن ويقال: أشهد أن محمد رسول الله. واضح؟ وإنفاذ شريعته، هذا دينه وشرعه قد بلغ مبلغ الليل والنهار. هذا في الدنيا. وفي الآخرة بعلو مقامه وقبول شفاعته. قبول شفاعته في من؟ في أهل المحشر. الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مر معنا أن الله عز وجل إذا أراد أن يحقق لعبد مقصودا فإننا نقول فهمنا ما يتجرأ على الله، نقول فهمنا أن الله يوفقه لحسن الثناء عليه حتى يعطيه مقصوده. هو صلى الله عليه وسلم يسجد عند العرش، وقال لنا عليه الصلاة والسلام وهو الحبيب والصادق المصدوق: فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد قبلي. فيرزقه الله عز وجل محامد يثني بها على ربه، فيقول له الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع،
فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. واضح؟ فصلاة الله على نبيه في الدنيا برفع ذكره وإنفاذ شريعته، وفي الآخرة بعلو مقامه وقبول شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. يقول: لواء الحمد بيدي، جعلنا الله وإياكم تحت ذلك اللواء. واضح الآن؟ ثم قال الله: وملائكته. الذي يظهر أن صلاة الملائكة دعاءها لنبينا صلى الله عليه وسلم، دعاءها لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنه ورد في القرآن أنهم يدعون للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. واضح؟ لما قال الله جل ذكره ذلك قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. أي نبي؟ محمد. وإلا كلمة النبي تشمل أنبياء كثر، كل نبي نبي، لكن هنا المقصود نبينا صلى الله عليه وسلم. قبل أن نأتي لما بعد نأخذ شيئا من سيرته وأيامه جملة عنه عليه الصلاة والسلام. قلنا إن الله يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل خلق آدم بيده، أسجد له ملائكته، نفخ فيه من روحه، أدخله الجنة وعلمه الأسماء كلها، وهذه لم تعطى لأحد إلا لآدم، فدخلها. خلق الله منه زوجه حواء، قيل قبل الجنة وقيل بعد الجنة. أكل آدم من الشجرة، أهبط من الأرض، أهبط إلى الأرض، تاب الله عليه بنص القرآن، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. كانت منه ذريته، وذريته هذه على كثرة معاصيها ما كانت تعبد إلا الله، حتى مضت قرابة 10 قرون، فالشياطين اجتالت الناس حتى يعبدوا غير الله. حتى تقوم الحجة على الناس أرسل الله الرسل، فكان أول الرسل نوحا عليه السلام. وفي القرآن: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو أول الرسل. جاء نوح وهو نبي، وأي نبي، إنه كان عبدا شكورا. جعل الله الذرية باقية فيه، وجعلنا ذريتهم الباقين. جاء أنبياء بعد نوح، نعلم بعضهم لا نعلم بعضهم، حتى انتهى الأمر إلى رجل عظيم جليل القدر من ذرية نوح اسمه إبراهيم. رزق الله إبراهيم قلبا خاشعا منيبا خابتا إلى الله لا يكاد يتصوره أحد، حتى أحبه الله، وهو الذي رزقه هذا الإخبات، هذا الخشوع، هذا الانكسار بين يدي ربه. نزلت الملائكة أضياف عليه، قدم لهم الطعام. جاء في بعض الروايات أنه قال لهم قبل أن يطعمهم، وهو لا يدري أنهم ملائكة لا يأكلون: كلوه بثمنه. قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره. فأخذت الملائكة يقول بعضهم لبعض لأمر ما اختاره الله خليلا، ثم تبين له أنهم ملائكة، ثم زال مشفقا يحمل في قلبه شفقة عظيمة على الناس. يقول عن الأصنام: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يأمره الله أن يذبح ولده فلا يتردد، ولم يكن الأمر بالذبح ملك يأتي ولا كتاب مكتوب يقرأ ولا يشك ولا يرتاب فيه، ولا ملك جبريل إسرافيل ميكال يقول له: يا إبراهيم اذبح ولدك. رؤيا. فيأتيه الشيطان يقول: هذا حلم، تذهب تذبح ولدك من أجل حلم؟ لكنه علم أن الرؤيا من الله، أخذ ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. والله لو قال ابنه لا لذبحه، لكنه أراد أن يشاركه ابنه في الأجر. فلما أسلم الأب والابن ناداه ربه أن قد صدقت الرؤيا، إلى أن قال الله: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ما زال يترقى، فبوأ الله له مكان البيت، بنى البيت. قبل أبرهم لما بنى البيت معه إسماعيل دعا ربه: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. دعوة خرجت
من قلب وفي عبد صالح. وأي صلاح؟ لم يكن على الأرض يومئذ أحد أتقى لله من إبراهيم. بلغت دعوة السماء حفظها الله، ولم يستجب لإبراهيم في الحين. مكث الناس أكثر من 3000 عام. كان من إبراهيم أبناء كثيرون، منهم إسماعيل وإسحاق. إسماعيل لم يأتي منه نبي بعده، يعني شجرة إسماعيل وقفت، وإسحاق جاء يعقوب. بعد يعقوب كثر بنو إسرائيل، كثر الأنبياء، كثر جلهم من بني إسرائيل. كل من تقرأهم زكريا، داود، سليمان، موسى، عيسى، كل هؤلاء الأخيار من ذرية يعقوب، ويعقوب من إسحاق، وإسحاق من إبراهيم، وإسماعيل لم يأتي منه أحد. حتى ختمت الرسالات بعيسى. ختمت الرسالات بعيسى. قال عيسى للنصارى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا عنده، جاء عبد المطلب حفر زمزم، جاء أبرهة، قال عبد المطلب: بقدر الله للبيت رب يحميه. أذل الله أبرهة. عظم شأن عبد المطلب، عظم شأن قريش بعد أن رد الله أبرهة عنهم. أصبح الناس يقولون هؤلاء أهل حرم الله. كان لعبد المطلب أبناء 10، منهم عبد الله. تزوج آمنة بنت وهب من بني زهرة. عبد الله هذا يقدر له أن يذهب إلى أخواله فيموت أين؟ في المدينة. كنا نقول لكم في الدروس إن الله يلحق الشيء بأصله. مات إبراهيم، مات عبد الله ومات ودفن في المدينة، إشعار أن ابنه سيدركه. وكان صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل في بطن أمه، وضعته أمه، لكنها رأت أن نورا خرج منها. لما جاءت حليمة وخافت على الابن، على الرضيع، لما شق صدره، وقالت لأمه آمنة حصل كذا وحصل كذا، تتوقع أن الأمة تخاف، لكن الأمة طمنت حليمة، قالت: لا تخافي، إنني رأيت حين وضعته أن نورا خرج مني أضاءت له بصرة من أرض الشام. نشأ صلى الله عليه وسلم 6 سنين ماتت الأم، 8 سنين مات الجد، فنشأ في كنف أبي طالب عليه الصلاة والسلام، يحفظه الله من كل رذائل الدنيا. حبب الله إليه، ألقى الله إليه حب أن ينفرد بنفسه، فكان يذهب إلى الجبال، فيقولون إن الجبال كان حراء سخره الله لنبينا، فصعد عليه، أصبح يرى الكعبة، فيرى الكعبة يتعلق بالله، والمكان عال كما أقول مرارا، فيرى حقارة الدنيا، ويكاد يقترب حسا من السماء كما يقترب منها. معنى أتم 40 جاءه الملك وهو جبريل، وما زال معه جبريل حتى مات صلوات الله وسلامه عليه. مكث معه حياته كلها، كلما يقول شيئا يقول: أخبرني به جبريل عليه الصلاة والسلام. حتى كان يحبه ويقول: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا. ولما شعر بدنو الأجل في ذلك العام من رمضان، كان جبريل يدرسه القرآن كل عام مرة، فحتى يهيئه للموت في ذلك العام دارسه القرآن مرتين. فقال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة في يوم وفاته: إن جبريل كان يدارسني القرآن كل عام مرة، ودارسني القرآن في هذا العام مرتين، ولا أظنه إلا حضور أجلي صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الخاتم جعل في كتفه من الخلف إلى جهة الشمال أقرب خاتم النبوة، هو الذي ختم الله به الرسالات وختم الله به النبوات. وقال في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما جمع الله لنبي اسمين من أسمائه إلا لنبينا. الله قال عن ذاته العلية: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال في حق نبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن قطعا صفات الله غير صفات نبيه صلى الله عليه وسلم، صفات الخالق غير صفات المخلوقين. فقال الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. قال عن نفسه وعنا، قال: أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم.
وجعل بيننا وبينه موعدا هو الحوض، وأخبر أنه يعرف غدا أمته بأنهم غر محجلون. كل هذا مر معك كثيرا أدرك ذلك، لكن نأتي عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، لكن كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقول فقهيا كما قال السادة الحنفية، أنا هنا أميل للمذهب الحنفي، هذه الصياغة التامة. في الاختصار تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تقول ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في الاختصار تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما ترى في كتب الأحناف. وفي الإجمال كما في البخاري وغيره تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الذي قال وآل محمد، واختلف العلماء في المراد بآل محمد: أتباعه، المؤمنون معه، أمته، آل بيته، على اختلاف كبير بينهم. والذي يترجح عندي قطعا، يعني تطمئن النفس إلى أن المقصود آل بيته صلوات الله وسلامه عليه، وأصحاب الكساء الخمسة الأربعة في المقام الأول علي وفاطمة والحسن والحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تتأكد الصلاة عليه ليلة الجمعة ويومها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قالوا: يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وشكر الله لكم وعفى الله عنا وعنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.